اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. على مدار اليوم بنتابع معاكم اسكندريه من كل مكان. خليني اقول لحضراتكم موجودين دلوقتي على كورنيش اسكندريه. موجودين فين بالتحديد؟ هقول لحضرتك في المنطقه اللي هي امام سان ستيفانو بالتحديد، وهنتمشى كده لحد ما نوصل عند جليم باي. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا جدا. المنطقه اللي احنا داخلين عليها دي، تابع وشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي في الفيديو، عشان بعد كده هتلاقي تغير كبير جدا. هل التغير ده تغير صح ولا تغير غلط ولا ايه اللي هيحصل؟ هقول لحضرتك. هتشوف كل حاجة دلوقتي معانا ان شاء الله في الفيديو. كان في بقى زيارة مهمة جدا جدا لمحافظة اسكندرية للمنطقة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. خليك بس مركز معايا وشوف شكل المنطقة كان عامل ازاي. المحافظ طبعا في خلال زيارته دي قال يا جماعة مش عايزين اي تعديات على الكورنيش. المنطقة اللي قدام حضراتكم اهي دي بالظبط. هتبدأ كل ما تدخل عند جليم باي هتلاقي جراج على البحر. قال طبعا لازم نلغي الجراج ده، مش عايزين اي تعديات تاني خلاص. طبعا شيلوا العربيات. عايزين بعد كده الناس تيجي تقعد تبقى شايفة البحر، ما يبقاش فيه اي مشاكل. الرؤية تبقى كويسة زي ما احنا شايفين. ده طبعا قصر عزيزة هانم فهمي اللي موجود ايضا في منطقة جليم هنا على كورنيش اسكندرية. فطبعا بعد زيارة المحافظ كان لابد بقى من تغيير الاوضاع تغيير كامل. طبعا التغيير ده اهو. بصوا يا جماعه، طبعا كل ده كان جراج عربيات. الجراج كان مباشره على طريق الكورنيش زي ما حضرتك بتشوف معانا اهو في الصوره. كل دي عربيات كانت راكنه في المنطقه هنا. مش عارفين بقى العربيات دي كانت تبع جليم باي ولا العربيات دي كانت تبع المنطقه هنا. جراج منفصل تماما زي الجراشات اللي موجوده في باقي اسكندريه. فطبعا المحافظ لما شاف الوضع طبعا ما عجبهوش، وكان لازم يقول شيلوا يا جماعه العربيات، شيلوا يا جماعه المنظر ده، انا مش عايز اشوفه تاني. ويا ريت نقوم بانشاء ممشى يبقى موجود هنا، الناس تدخل الناس تتبسط، حاجه تبقى كويسه، حاجه نقدر نشوف منها البحر من اي مكان. طيب ايه بقى الجديد او ايه التصوير الجديد؟ التصوير الجديد اللي قدام حضراتكم دلوقتي في الصوره. طبعا سور الكورنيش اللي احنا بنتكلم عنه، السور خلاص تم الانتهاء من اعمال تطويره. المنطقه اللي احنا هندخل عليها دلوقتي المنطقه اللي المحافظ امر بتطويرها. المنطقه اللي حصل فيها هقول لحضراتكم بقى. فجأة كده قلنا بيتعمل ممشى وصورنا لحضراتكم، وكنا مبسوطين بقى بعد ما تم إزالة السيارات. ولكن فجأة اتفاجئت بحاجة ما كنتش أتوقعها تماما. ايه اللي انت اتفاجئت بيه؟ هقول لحضرتك. لقيت مبنى من الستيل. المبنى ده بيتم انشاؤه فعليا في المكان اللي المحافظ قال هيتعمل فيه ممشى. هل بقى المقصود بموضوع الممشى ده ان يتم عمل ممشى جوه البحر شبيه يعني، او النسخة التانية من جليم باي؟ طبعا لو ده حصل هتبقى صدمة بالنسبة لي. فعليا لو اللي حصل او المقصود بالتطوير انك تقوم بانشاء ممشى جوه البحر بنفس النظام بتاع جليم باي وكافيتريات بقى ومطاعم والكلام ده، هتبقى صدمه بالنسبه لي. انا قلت بقى هيتم انشاء ممشى جوه البحر والناس تقدر تدخل وتقعد زي الممشى اللي موجود مثلا في ابو قير، ويبقى الممشى داخل هنا في جوه يعني جوه البحر ومفيش اي مشاكل. بصوا احنا كل بقى ما هنقرب من المنطقه اهو. طبعا المنطقه دي كلها تابعه لسان ستيفانو. المنطقه اللي في وش حضراتكم بقى اللي فيها الخضره دي شاليهات تقريبا او حاجات خاصه بقى بسان ستيفانو. كده احنا داخلين على المنطقه اللي عليها العين، المنطقه اللي كل الكلام عنها. زي ما حضرتك شايف اعمال الترميم شغاله، مازال العمل مستمر. بيتم بقى تطوير الرصيف والسور. طيب المنطقه اللي احنا داخلين عليها ايه اللي بيحصل فيها؟ هنبدا بقى دلوقتي نشوف ونش. الونش واقف بيقوم بتركيب المبنى او الحاجه اللي بتتعمل من الستيل. ودي كانت صدمه بالنسبه لي. اتمنى يعني ان انا اطلع غلط، ده اللي انا بتمناه في الاخر. اهو بصوا الونش بدأ يظهر معانا. طبعا المنطقه دي كلها مفيش خلاص عربيات واقفه كده على الكورنيش. بصوا يا جماعه كده احنا دخلنا خلاص اهو المنطقه بتاعه الونش. بص الونش واقف بقى بيركب الجسم المعدني، بيركب الاجزاء الستيل اهي قدام حضراتكم. الصوره طبعا بتغني عن اي كلام زي ما حضراتكم شايفين معانا اهو في الصوره. طبعا الواضح ان في حاجه هيتم انشائها في المنطقه دي. احنا مش عايزين اي حاجه تحجب رؤيه البحر تاني. اتمنى ان يعني او بوابه اهي كمان. اتمنى ان انا اكون غلط في الاخر. اتمنى ان اللي بيتم تنفيذه ده ما يطلعش بقى يعني مطعم، او ما يطلعش حاجه من الحاجات اللي هتحجب عننا رؤيه البحر تماما. اتمنى بقى كمان اننا نفضل بنفس الصوره اللي احنا شايفينها، مفيش اي سيارات موجوده على كورنيش اسكندريه. دمتم في حفظ الله.